قصر عزيزة فهمي ثالث أكبر قصور اسكندرية التاريخية بعد قصر المنتزه وقصر راس التين. مكانه بين جليم وزيزينيا. اتسجل في سجل حفظ التراث من أكتر من 50 سنة باسم عزيزة هانم فهمي بنت علي باشا فهمي، كبير المهندسين في القصر الملكي في عهد الملك فؤاد. القصر ده تحفة معمارية لسه محتفظ بشكله القديم لحد دلوقتي. اتجوزت عزيزة فهمي من محمد باشا رفعت، فبنى لها القصر على مساحة 15,000 متر مربع علشان يكون مصيف ليها. بناه المهندس الإيطالي أنطونيو جرانتو، وهو نفس المهندس اللي بنى قصر أختها زينب فهمي اللي موجود في نفس المنطقة، وتحول دلوقتي لمتحف للمجوهرات الملكية تحت اسم قصر المجوهرات. اتبنى على طراز النيو كلاسيكي، وده أسلوب معماري معروف في أوروبا في القرن ال18. بيتكون من دورين وبدروم وقاعة هول وتراس بالإضافة للمصعد اللي موجود جواه. البدروم متقسم لمطبخ وغرف خدم وملحقات تانية. أما الدور الأول والدور التاني كل دور فيه 4 غرف رئيسية وغرف معيشة وغرف استقبال وحمامات. والأسلوب المعماري ده مستوحى من العمارة اليونانية، ومن أيام قليلة تم ترميم القصر وبدأ ينور كل يوم وبقى ليه رونق خاص وبدأ يلفت الانتباه والأنظار له. يعتبر القصر واحد من معالم اسكندرية بأسلوب معماري فريد اللي بيعكس التراث الثقافي والحضاري للمدينة. حصل نزاع على القصر بين الورثة وشركة عقارات سياحية لأسباب غير مفهومة، لكن المفهوم إن القصر ده زي كنوز كتير محتاجة اهتمام علشان نقدر نستمتع بالتراث المميز بتاعنا ونزور الأماكن الجميلة في اسكندرية.